السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقة سهلة جدا. شايفين ما شاء الله. كوباية سمنة واحدة هنعمله عادي. البيتي فور بيتعمل بالسمنة أو بالزبدة. بالزبدة بيبقى جميل، بس طبعا ما يقولش لا، يعني لو عملناه بالسمنة هيطلع حلو جميل برضو ما شاء الله ودايب. يلا بينا نشوف عملنا الطريقة ازاي. كوباية سمنة واحدة مجمد يعني معايرها وحطها في التلاجة لحد ما سقعت كويس. تمام. نزلت عليها بنص كوباية سكر. الكوباية اللي بعاير بيها السمنة هي اللي بعاير بيها السكر، هي اللي بعاير بيها الدقيق، بعاير بيها كل المقادير بتاعتي. يستحسن كمان لو قللتي عن النص كوباية عشان البيتيفور بتاعك يطلع دايب كويس. وكده كده احنا ايه بنزوقه تاني، يعني لو حابة تعملي نص كوباية لمعلقتين برضو براحتك تعملي. نحط السمنة على السكر بقى ونضرب كده بالمضرب، وقبل ما نضرب طبعا لازم ايه نلمهم مع بعض شوية كده ونقلبهم علشان السكر ما يطرش مننا. وبعد كده بقى نضربهم ونخليهم ايه كريمي خالص لحد ما القوام يعني يبقى سميك كده ومضروب وهش كويس كده، ويرتفع معانا ويبيض معانا خالص السمنة بتاعتنا، يبقى لونها ابيض من كتر ما تتضرب مع ايه مع السكر. بعد ما ضربنا كويس نزلنا باول بيضة. انا مش هحط غير بيضتين اتنين. تمام كده. في ناس بتحب تحط الصفار، بس الصفار هيخليه طري قوي ومش هتعرفي حتى تزوقيه. فلما تحطي البيضة كاملة تديله ايه يعني يمسك نفسه كده وتقدري تمسكيه وتزوقيه وتتعاملي معاه، يعني حبايه دايب خالص. حط صفار بيضتين. تمام. لكن انا نزلت بايه بالبيضتين كاملين. نزلت طبعا بعد كده حطيت على البيض على طول ايه نزلنا بالفانيليا. انا ما كانش عندي فانيليا سايله كانت خلصت، فحطيت الفانيليا اللي ايه البودر. برضو طعمها حلو جميل. وهقلب بقى كده، مش هقلب كتير بعد ما احط البيض. بعد كده ايه احضر الدقيق بتاعي وايه وانزل بيه. اول ما يختفي البيض خالص هنزل بيه. تمام كده عشان طبعا ايه آه او ما يندمج خلاص. هنا عندي ايه كوبايتين دقيق. بس طبيعي اي دقيق تيجي تضيفيه ما تحطيهوش كله مره واحده. لازم تحطي شويه بشويه مهما تكوني معيراه وعارفه المقادير، لان كل مره الدقيق بيختلف ايه لامتصاصه للسوائل زي ما قلت لكم قبل كده كذا مره، كل دقيق بيختلف. تمام. هفضل احط كده احط لحد ما العجينه تتلم. لو ما اكتفت خلاص، ما اكتفتش احط تاني مهما تكوني معيره. هنا ما شاء الله العجينه خلاص اتلمت. وانا هعمله بالكيس الحلواني فعايزاها ايه العجينه تكون طريه معايا وسايله، ما تكونش ماسكه نفسها قوي عشان ترضى تنزل من الكيس وما تتعبنيش. هي كده ما شاء الله طريه جدا، تنفع في الكيس وتنفع في المكنه. تمام كده. بص العجينه ما شاء الله اهي طريه اتلمت خلاص. خدت ايه كوبايتين الدقيق بس. جبت بقى الكيس القماش ده انا جايباه من زمان، بس حاطه من جواه كيس بلاستيك علشان ايه الكيس القماش ما يشربش المواد الدهنيه اللي هي السمنه. تمام. يعني حاطه كيس جوه كيس وحاطه فيه البلبله بتاعت القمع. بص القمع ده جميل وظريف بيريحني بصراحه. انا كان عندي مكنه بس ايه يعني صعبه، ما اعرفش ايه اللي حصل لها كده. بص ما شاء الله بقى دخلنا الباتيفور على فرن هادي كده جميل. بص ما شاء الله خد لون كده. هو طبعا الباتيفور بيبقى من فوق كده لونه كده ابيض بيدي شويه. وعملت نفس المقدار برضو بالشوكولاته وبرضو عملته بالقمع. بعد كده بقى هاجي بقى ازوقه. عندي هنا بقى سوداني طحنته، وهنا جوز هند، وهنا شوكولاته فرماسيل الوان، وهنا شوكولاته ايه مبشوره. وقلت ازين بيها كده شويه كانوا عندي عشان الولاد ايه يفرحوا كده. تمام. وهنا المربى بقى اللي هلزق بيها، حابه تلزق بنوتيلا مفيش مشاكل، في ناس بتلزق بالعسل برضو مفيش مشاكل، اي حاجه تنفع. هبتدي بقى ايه اظبط واشكل كل اتنين، اختار كل اتنين مقاس بعض والزقهم مع بعض. وكمان هعمل شكل تاني برضو ايه ابيض وبني، وهعمل بني مع بني. يعني تظبطي براحتك بقى وتعملي الزواق ده والفن ده ليكي. حاجة حلوة بقى على فكرة. انا ايه قعدت بقى لما يعني صورت معاكم اول شوية كده بظبطهم مع بعض والزقهم، وبعد كده فرشت فرشة وقعدت والولاد كلهم قعدوا يساعدوني. تبقى حاجة ظريفة كده وحلوة قوي بصراحة. هما بيساعدوكي ما شاء الله يعني ايه بيبقوا فرحانين قوي بالشغل معاكي. البوتيفور النهاردة عملناه وده كان
من حلويات وبسكوتات ومخبوزات العيد. اتمنى يكون عجبكم. طريقه سهله يعني. شوفوا ما شاء الله كوبايتين سمنه عملنا قد ايه. عملنا قد ايه بيتي فور يعني، وفرحنا الولاد وفرحنا كل اللي في البيت. دخلنا كده بهجة على البيت كله ما شاء الله. بتمنى تجربوا البيتي فور والمخبوزات كلها اللي عملتها تعجبكم ان شاء الله يا رب. ما تنسونيش بقى ايه، في اللايك وتعليق حلو منكم كده، والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتفعلوا زر الجرس. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. سلام.